غمض عينيك كده للحظة. تخيل معايا مشهد ساحر. الشمس بتودع يومها، ألوانها بتصبغ السما، والمية بلون الذهب. والأحلام صوت هادي للموج بيحضن الشط بهمسة، والنسيم العليل بيلف وشك في اللحظة دي اللي بتحس فيها إن روحك بتهدى. بيجي من جوانا إحساس غريب وقوي في نفس الوقت. إيه حكاية الوقفة الوحيدة دي؟ هل هي هروب ولا بداية لحاجة جديدة؟ تعال نفتح عينينا ونكتشف سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي أتكلم معاكم عن مشهد بيعبر عن حاجات كتيرة جوانا. مشهد فيه كل واحد واقف لوحده في المية وقت الغروب الساحر. المشهد ده مش مجرد لقطة عادية، لأ، دي حكاية كل واحد فينا في لحظة من لحظات حياته. حكاية البحث عن روقان الدماغ، عن حتة كده نفصل فيها عن الدوشة، عن معنى لكلمة الوجود. احنا عايشين في عالم عامل زي سوق شعبي كبير، دوشة زحمة، ناس راحة وناس جاية، أصوات في كل حتة. عشان كده كتير مننا بيبقى بيخاف من الوحدة. بنحاول نملى حياتنا بكل حاجة، خروجات، مناسبات، شغل، مذاكرة، وحتى الموبايل ما بتنزلوش من ايدينا لمدة 24 ساعة. بنبقى فاكرين ان الوحدة دي مرض او مشكلة لازم نهرب منها. بس يا ترى هل الكلام ده صح دايما؟ تعالوا نتأمل في المشهد ده كويس. الراجل واقف في المحيط والمية حواليه من كل ناحية، والشمس بتختفي وبتلون السماء بألوان ما تتوصفش. هو لوحده بس هل هو وحيد بالمعنى الوحش؟ لأ خالص. اللحظة دي ممكن تكون بالنسبة له لحظة تاريخية للتأمل العميق، لحظة يرتب فيها أفكاره اللي كانت متلخبطة، لحظة يتصل فيها بالكون وبنفسه الحقيقية اللي تايهة وسط الدوشة. طب إيه اللي ممكن يكون المشهد ده بنفهم منه، أو إيه اللي بنستفيده من القعدة لوحدنا أحيانا؟ أول حاجة بنستفيدها الهروب من الصداع المزمن. مين فينا ما جربش إحساس الصداع السمعي من كتر الدوشة؟ دوشة الشغل، دوشة الزحمة، دوشة المشاكل، حتى دوشة السوشيال ميديا. أحيانا بنحتاج نبعد عن كل الضوضاء دي، عن كتر الكلام والآراء اللي ملهاش أي لازمة، عن الضغوط اللي بتخلينا مش طايقين نفسنا. الوقفة لوحدك في مكان واسع وهادي زي المحيط بتديك فرصة إنك تسمع صوتك الداخلي، صوت دماغك اللي بقاله كتير قوي ساكت، فرصة للتعرف على نفسك من جديد. لما تكون لوحدك مفيش حد بيوجه لك أي كلام أو بيأثر على تفكيرك، مفيش حد بيقولك اعمل كده أو ما تعملش كده. دي فرصتك الذهبية إنك تقعد مع نفسك كده قعدة صفا وتسألها أسئلة مهمة. أنت عايز إيه بجد من الدنيا دي؟ إيه أهدافي الحقيقية؟ إيه اللي بيبسطني بجد؟ بعيد عن كلام الناس. اللحظات دي هي اللي بتشكل شخصيتك الحقيقية، وبتكتشف جوانب ما كنتش تعرفها عن نفسك. تالت حاجة شحن بطارية الروح والنفسية. الوحدة الهادية دي خصوصا لما تكون في مكان طبيعي كده يفتح النفس، ممكن تكون عاملة زي شاحن للطاقة للروح والنفسية، عامل زي الموبايل اللي لازم تشحنه علشان يشتغل. واحنا كمان أرواحنا بنحتاج لحظة هدوء علشان نستعيد حيويتها ونشاطها. تخيل كده كل الضغوط اللي جواك دي بتتصرف مع كل موجة بتروح وتيجي. رابع حاجة نقدر النعم لما بنشوف الصور كاملة. لما بتبعد عن تفاصيل الحياة الصغيرة اللي بتشغل بالك كل يوم، بتبقى قادر تشوف الصورة الكبيرة، تشوف قد ايه ربنا عظيم في خلقه، في غروب الشمس، في سعة المحيط. والإحساس ده بيخليك تقدر النعم اللي حواليك حتى ولو كانت بسيطة. تعرف إن ربنا دايما كريم. خامس حاجة القوة الداخلية. القوة دي بتظهر وقت الوحدة، القدرة إنك تستمتع بوحدتك وإنك تلاقي السلام الداخلي فيها. دي علامة على إنك شخصية قوية وواثق من نفسك. معناها إن سعادتك مش مرتبطة بوجود ناس حواليك طول الوقت، لأ، سعادتك دي نابعة من جواك أنت، وده في حد ذاته كنز كبير جدا. يا جماعة، مش كل مرة تقعد فيها لوحدك تبقى وحيد أو كئيب. ساعات الوحدة بتكون اختيارية، بتكون مقصودة علشان نكبر، علشان نتطور، وعلشان نتصل بنفسنا. يمكن الراجل اللي في المشهد ده وهو بيبص للأفق البعيد والغروب الذهبي بيلاقي وقته، والوقت ده قوة وطاقة ما كانش هيلاقيها وسط دوشة الحياة. هل عمرك جربت تدي لنفسك لحظة هدوء دي وتقعد لوحدك؟ وإيه أكتر حاجة اكتشفتها عن نفسك وقتها وسط زحمة الحياة وصخب العالم اللي ما بينتهيش، اللي بيسحبنا وبيخلينا ننسى نفسنا ونتوه في كل تفاصيله؟ ساعات بنحتاج وقفة صفا حقيقية مع أرواحنا، وقفة لوحدنا علشان نكتشف مين إحنا بجد، ونلاقي السلام والوضوح اللي بيدور عليه في كل واحد فينا. يمكن الوحدة دي تلاقي إجابة لكل سؤال.
يا ترى هل أنت مستعد تخوض الرحلة دي في أعماق ذاتك، تطلع منها أقوى وأوضح لنفسك ولطريقة حياتك اللي بتتمناها أنت بجد؟ ما تنسوش تشاركونا رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.